السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد وصفي، وتكملة للنود جي اس كورس. النهاردة هنتكلم على اكسبريس، وهنتكلم أكتر على الراوتينج في اكسبريس. زي ما كنا اتكلمنا على إن اكسبريس هو يعتبر باكج بتساعدنا إن احنا نبني ويب ابلكيشن. فالراوتينج هو فكرته ان انا اقدر ابني جوه السيرفر بتاعي طريقة استقبل بيها الريكوستات من كلاينت. والكلاينت في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها بمعظم الاحيان بيكون ويب كلاينت، ومعناه ان ده حد بيحاول يفتح الابلكيشن او يأكسس الابلكيشن بتاعي من البراوزر. وعلشان يبقى في طريقة تواصل ما بين البراوزر وما بين الابليكيشن بتاعي، هنا يكون ال HTTP بروتوكول. فكرة ال HTTP بروتوكول ان هو بروتوكول البراوزر والسيرفر بتاعي عارفينه علشان خاطر يقدروا يتواصلوا مع بعض ببيانات. ده معناه ان لو خدنا مثال بتاع لما نخش على البراوزر ونروح نكتب google.com، البراوزر هنا بيبعت HTTP request نوعها get علشان خاطر يبعتها للسيرفر تروح يوصل لسيرفرات جوجل. وجوجل الناحية التانية بيبقى عندهم حاجة تقدر تستقبل الريكوست دي وتعمل لها فولفيل، يعني تقدر ترد عليها بالرد المناسب. وفي حالة ان احنا لما بنبقى عايزين نروح لجوجل دوت كوم، احنا بنبقى عايزين نشوف الصفحة اللي هيبقى فيها اللوجو بتاع جوجل والسيرش بار علشان نكتب السيرش بتاعنا علشان نبص ونلاقي الريزلتس اللي احنا بندور عليها. طيب لو حاولنا ان احنا نعمل حاجة شبيهة هنا، بحيث ان احنا نقدر نستقبل ال HTTP request من الكلاينت اللي هو البراوزر ونرد عليه بحاجة. فلو بصينا هنا هنلاقي ان اكسبريس بيساعدنا في الموضوع ده، ان احنا نقدر نستقبل الريكوستات بتاعة الكلاينت ونرد عليها. وفي الحالة دي احنا هنا هنرد عليها رد بسيط اللي هو hello world. طيب لو جينا بصينا كده في البراوزر سريعا ونبص نشوف ازاي الموضوع ده بيحصل. فلو رحنا هنا على لوكال هوست 3000، هنلاقي ان لما هنا باجي بقول للبراوزر يا براوزر انا عايز اروح ازور او اشوف الويب سايت ده او الابلكيشن ده، واكتب العنوان بتاعه اللي هو في الحالة بتاعتنا لوكال هوست 3000، هو بيبعت ريكوست للسيرفر بتاعي. وبعد كده الناحية التانية زي ما احنا شفنا احنا عاملين الاب دوت جيت، السيرفر بتاعي بيستقبل الريكوست دي وبعد كده يرد عليه بالكلمتين اللي احنا حاطينهم اللي هم الهلو وورلد. طيب انا دلوقتي لو جيت هنا بصيت على اللوكال هوست، هلاقي اهو الريكوست يو ار ال محطوط ك HTTP localhost 3000، وبعد كده الميثود هنا اللي هي الجيت. ولو جيت بصيت على الريسبونس هلاقي الريسبونس اللي احنا باعتينه ولا ناقص حرف ولا زيادة حرف، بالظبط زي ما هو الهلو وورلد. طيب لو رجعنا تاني للفيجوال كود، في كذا نوع من ال HTTP. النوع اللي احنا متعرف عليه واللي عارفينه كلنا اللي هو ال HTTP GET، اللي هو البراوزر بيعمله علشان خاطر يبين لي صفحة من application معين. وفي الحالة دي زي ما قلنا لو جوجل يرجع لي الصفحة اللي هيبقى فيها اللوجو والسيرش بار. لكن في انواع تانية، في الحقيقة 4 أو 5 انواع تانيين من ال HTTP methods، وكل واحدة ليها استخدامها. طيب الاول زي ما هنا اتكلمنا في الاب دوت جيت، ده معناها ان انا بقول اكسبريس يا اكسبريس انا عايزك تساعدني في ان انا اقدر استقبل ريكوستات النوع بتاعها جيت، واللوكيشن بتاعها او الباث بتاعها اللي هو السلاش العادي جدا، اللي هو لما حد يجي يروح للوكال هوست 3000 سلاش يقدر يلاقيها. وعايزك هنا ترد عليه وتبعت له الريزلت اللي هو الهلو وورلد. طيب الاول خلونا قبل ما نتكلم على الميثودز خلينا نقدر نشوف هنا ان انا اقدر اعمل راوت تاني، والراوت التاني ده يبقى بيرجع حاجة تانية. فانا كده اقدر اهندل كذا نوع من انواع او كذا عنوان. فانا هنا عندي بقدر اروح للوكال هوست 3000، والتاني ده هيخليني ان انا اقدر اروح للوكال هوست 3000 لكن سلاش اباوت. ولو رحنا كده بسرعة للبراوزر نجربه هنلاقي ان احنا هنا لو جينا كتبنا localhost 3000 about us، سوري تقريبا كان about،
هلاقي هنا ان هو رجع لي الكلمة اللي انا كنت عايزها اللي هي about us. طيب لو رجعنا تاني للبراوزر الفيجوال كود، احنا اتكلمنا الاول على الجيت وقلنا ان ده يعتبر الميثود بتاعت ال HTTP المتعارف واللي البراوزر بيستخدمها على طول لما احب انا كيوزر اروح لويب سايت معين. لكن في 4 أو 5 انواع تانيين. النوع التاني المشهور جدا برضو في ال HTTP method هو البوست. واللي يفرق البوست عن الجيت هو حاجة، ان البوست في الغالب بيستخدم علشان خاطر ان انا اقدر اعمل ريسورس جديدة. ده معناه ايه؟ ده معناه مثلا لو افترضنا ان انا عايز اعمل تويتة جديدة، لو انا على تويتر او مثلا على الفيسبوك عايز اعمل بوست جديد على الفيسبوك، او عايز مثلا اعمل ريجستريشن او ساين اب على ويب سايت، ففي الحالة دي بنسبة كبيرة هيبقى الموقع او الابليكيشن بيستخدم ال HTTP method اللي هي نوعها post علشان خاطر يبعت المعلومات من الكلاينت اللي هو براوزر للسيرفر. طيب لو افترضنا ان انا دلوقتي عايز اعمل تعديل على حاجة، عايز اعمل تعديل على يوزر، عايز اعمل تعديل على بوست، ففي الحالة دي الميثود اللي هتساعدني هي هتكون البوت. البوت هنا بتساعدني ان انا اعمل تعديل كامل لريسورس معين، سواء مثلا كان بعدل بوست كامل، سواء كنت بعدل مثلا تويتة كاملة، بعدل يوزر كامل، وهكذا. لكن في نوع يعتبر شبيه شوية للبوت اللي هو الباتش. الباتش ده فكرته ان انا لما عايز اعدل جزء من الريسورس، يعني معنى كده مثلا انا عايز اعدل بس الايميل بتاع اليوزر، او عايز اعدل بس التايتل بتاع اليوزر، هيكون احسن HTTP method استخدمه هو الباتش. هو فكرته ان انا بضيف جزء او بعدل جزء معين، مش بعدل على الريسورس كامل. طيب اخر نوع معانا هو الديليت. والديليت زي ما هو متسمي فكرته ان انا عايز امسح حاجة. انا الكلاينت بيبعت ريكوست او بيبعت طلب او امر ان هو عايز يمسح حاجة لليوزر، سواء عايز يمسح تويتر، عايز يمسح بوست، عايز يمسح حاجة معينة. ففي الحالة دي انا هخلي الابليكيشن بتاعي او السيرفر بتاعي يستقبل الريكوست عن طريق الميثود بتاعها يبقى ديليت، علشان خاطر يقدر يهندل الريكوست ويكمل الطلب بتاع اليوزر. دول كده سريعا كانوا الأربع أو 5 أنواع اللي موجودين، 5 أنواع موجودين. وبعد كده هنبتدي نتكلم على إزاي إن أنا أقدر أخد معلومات من اليوزر. إحنا دلوقتي عملنا عرفنا الطرق بتاعة ال HTTP، الميثودز بتاعة ال HTTP، الجيت والبوست والبوت والباتش والديليت. الفيديو جاي إن شاء الله هنتكلم على لو أنا عايز أستقبل معلومات من الكلاينت، إزاي الكلاينت يقدر يبعت للسيرفر معلومات، وإزاي نقدر نستخدمها في كل ميثود من دول، وايه الفرق ما بين الكويري بارامتر والباث بارامتر والبودي. وهنتكلم اكتر على كل واحد من دول، وازاي ان هو بيبقى ليه كل ميثود بيبقى ليها زي طريقة مفضلة في ان احنا نبعت الداتا، وهنخش في ده اكتر وازاي نبعت الداتا. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا لكم، مع السلامة.